السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى دايما تكونوا بخير يا رب. النهارده ان شاء الله كده عاملين معاكم البسكوت القمر ده، ان شاء الله يا رب طريقة تعجبكم وتجربوها. حاجة كده جميلة جدا. نسمي بسم الله كده. هنا عندي السمنة، طبعا اول حاجة وزنتها السمنة 1.5 كيلو من السمنة. طبعا اول حاجة هنعمل بسكوت ناشف مقرمش، فانا حاطة 1.5 كيلو من السمنة على 6 كيلو دقيق. لو انتوا عايزينه طري تحطوا 2 كيلو من السمنة. يبقى انا كده وزنت 1.5 كيلو من السمنة. درجة حرارة المطبخ عادي جدا، ولا من التلاجة ولا ايه، سايحة على البوتاجاز، يعني درجة حرارة المطبخ. هي طريقة سهلة جدا وبسيطة خالص، وفيها مكونات جميلة جدا بتدي نكهات حلوة جدا جدا للبسكوت، ومفيهوش اي زفارة ولا اي حاجة خالص. هنوزن بقى كده ايه. السكر البودرة طبعا انا طحناه في البيت، لازم يكونوا انتوا عاملينه في البيت او ضامنين المكان اللي هتجيبوه منه، عشان بيبقى مخلوط نشا او دقيق، فما بيديكش، ما بيبقاش مسكر قوي. فانا ده خلطاه في البيت. جايبه كده ايه 2 كيلو وربع من السكر البودرة على 6 كيلو دقيق. دي مقادير ال6 كيلو دقيق. ممكن انتوا تقللوا بقى، يعني الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي انتوا ممكن تنصصوها، تخلوا الربع حسب ما تحبوا انتوا هتعملوا كام كيلو. ماشي، يبقى خدنا ايه 2 كيلو وربع من السكر البودرة. السكر عشان لسه طحناه مش هنخله، عشان مفيش اي تكتلات ولا اي حاجة، يعني لسه مطحون. لكن انتوا لو عاملينه من قبليها ممكن تنخلوه، بس عشان ما يبقاش فيه تكتلات خالص. كده انا خدت 2 كيلو، وادي الربع كيلو اهوت على 1.5 كيلو من السمنه. لو انا عايزاه مقرمش عايزاه طري يبقى 2 كيلو من السمنه. نقلبه كويس جدا كده لغايه ما يبقى لونه، يعني لونه يفتح، وفي نفس الوقت ايه يديني القوام الكريمي. هنقلب فيه كويس جدا كده. هو بسرعه هيتقلب معايا ان السمنه طريه، والسكر بودره بيسهل معايا ان انا اقلبه بسهوله جدا، يعني مفيهوش اي صعوبه خالص. بصي بايديا كده بقلبه بكل سهوله بسرعه كده، هيبقى اللون يعني يديني اللون الابيض، وفي اللي بعد كده هيديني بقى ايه القوام الكريمي. اقلب كده شويه حلوين كده، وبعد كده هنروح للمرحله التانية. هنعمل بقى مرحله مرحله كده معاك، واحده واحده كده، وهي حاجه سهله خالص. اول حاجه حطينا 1.5 كيلو من السمنه عليه 2 كيلو وربع من السكر البودره. خلاص كده. هنحط عليهم مج كده كبير من الزيت. طبعا انا قلت لكم ان احنا هنعمله النهارده ناشف مقرمش، مش طري ولا دايب كده، لا ده مقرمش زي البسكوت كده بتشتروه من بره. بس مج كبير كده من الزيت، يكون زيت كويس مفيهوش اي ريحه ولا اي حاجه. بس كده نديله برضو تقليبه كويس جدا. كل حاجه نحطها لازم نقلبها. بصوا خلاص بقى عامل زي، بص كريمي معايا خالص، يعني بسرعه كده، ان كل حاجه عندي ناعمه يعني. تقليبه كده حلوه كده. نقلبه كويس جدا كده. بس كده. بصوا بقى كريمي ازاي. برضو هنسيبه دلوقتي ونرجع له تاني نقلبه كويس جدا. هنا بقى عندي دقيق، 6 كيلو من الدقيق، اي نوع دقيق بس لازم يكون مغلف عشان تضمنيه ان هو كويس. دلوقتي بيغش الدقيق برضو، بيحطوا له دقيق، دقيق اللي هو دقيق البلدي اللي هو فيه نسبة رده شوية يعني. بصوا انا الناحية التانية برضو بنقلب ايه السمنة بالسكر. فلازم في المخبوزات ديت اللي هي الكحك والبسكوت والحاجات دي لازم تجيبوا دقيق نضيف او دقيق مغلف. اي نوع دقيق، مش شرط نوع معين يعني، بس يكون مغلف عشان ايه تضمني ان هو كويس. كده هنا برضو عند البيض كده خلاص ايه، نخلنا الدقيق وعملنا السكر بالسمنة. هنبقى ايه اللي عندي 24 بيضة، يبقى الكيلو بياخد 4 بيضات. هنحط 24 بيضة كده. برضو البيض بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش ساقع من التلاجة. عملنا كل البيضة اهو 24 بيضة. هنحط عليهم 2 باكت تانج برتقال. التانج ده طبعا حلو جدا، في طبعا ما بيخليش اي زفارة. تاني حاجة ان انت لما تيجي تسويه بيديك اللون الوردي الجميل كده، بيخلي لونه حلو قوي. يعني اهم حاجة ان التانج دوت تحطوه في البسكوت بالذات، ما بيخليش اي زفارة خالص، وفي نفس الوقت في التسوية بيبقى كويس جدا ويديك اللون الوردي الجميل. هنا عندي ازازة فانيليا خام، عشان طبعا كمية البيض كتيرة،
وبحط معلقتين من الخل الخام برضو، معلقتين كبار كده من الخل، وازازة فانيليا خام برضو، واتنين باكت تانج برتقان. مفيش اي زفارة نهائي. هنقلب كويس جدا كده. يبقى حاطين 24 بيضة عليهم ازازة فانيليا خام، اتنين باكت تانج برتقال، ومعلقتين كبار من الخل. كده خلاص كل حاجتنا جاهزة. هنحط بقى على دي بعد ما اتنخل هنحط عليه اتنين باكت بيكنج باودر. هنحط اتنين باكت كده من بيكنج باودر، وهنضيف عليه برضو باكت من اللبن البودرة، بيدي طعم برضو حلو جدا، وانت بتاكل البسكوت بتحس ان ايه، في طعم لبن بودرة كده. لو انتوا مش عايزين الخطوة دي بلاش من لبن البودرة. بس يبقى حطينا كيس واحد من لبن البودرة، او ممكن تحطوا معلقتين كبار، معلقة صغيرة ممسوحة مش مليانة ملح. هنقلب كويس جدا كده. 6 كيلو دقيق مع 2 باكت بيكنج باودر مع باكت لبن بودرة مع معلقة ملح صغيرة ممسوحة. هنقلبهم كويس جدا كده، وبعد كده هنضيف برضو كوباية مج الا ربع من اللبن درجة حرارة المطبخ. وهنحط هنا النشادر. النهاردة هنعمل بسكوت برضو بتاعنا بالنشادر، هنحط على الكيلو معلقة صغيرة من النشادر، يعني هنحط 6 معالق نشادر، معلقة صغيرة مليانة كده. طبعا الطريقة دي أنا معتمداها، بعمل بيها كل سنة. جميلة جدا، مقاديرها مظبوطة جدا. حتى انتوا لو هتلاحظوا ان انا بعمل اختبار قبل ما بعمل الكمية كلها بالمكنة، بعمل بس صينية صغيرة بختبرها وبوريها لكم. المقادير مظبوطة جدا، والطعم حلو جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها. كده بقى خلاص ضربت البيض كده كويس جدا، هحطه على السكر والسمنة. هيتقلبوا كويس جدا برضو تاني. كل مرحلة كده نقلبها كويس جدا لغاية ما تبقى ايه، كله يتجانس مع بعضيه كده وبقى كريمي. والسنة دي أول مرة بصراحة أعمل البسكوت بالشوكولاتة اللي هو بالكاكاو الخام يعني. أنا سألت عليه بره لقيته غالي جدا، فقلنا نجربه السنة دي. عملناه طلع بجد حلو جدا. عملت كمية صغيرة، قيمة صاجين كده صغيرين، لأنه طعمه حلو جدا. إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله هنعمل نص الكمية شوكولاتة ونص الكمية أبيض. ونعملها في البيت، ما نشتريهاش. اي حاجه بصراحه تعمليها في البيت انضف واوفر. مهما كانت الحاجه غاليه بره، بس تعمليها انتي اوفر من بره بكتير. كده حطينا النشادر اللي هي على مج الا ربع من اللبن، عليه 6 معالق صغيرين من النشادر. كل السوائل طبعا كده نحطها على بعضيها عشان يسهل علينا، نسهل علينا يعني كل حاجه كده واحنا بنعملها. كده خلاص بصي القوام بقى عامل ازاي، كريمي خالص. هنضيف بقى الدقيق بالتدريج كده. بس كده هنقلب كويس جدا كده، ونحط الدقيق بقى حبة بحبة. وانا بقلب كده ونحط الدقيق، يعني ممكن ايه تقلب وتحط الدقيق، او حد يساعدك طبعا. هنحط كل كمية الدقيق بس بالتدريج كده، واحدة واحدة. ولما المضرب يتقل معايا ابتدي بقى ايه انا يعني ايه، انا مش هعجن عجن كده، هبس الدقيق بس كده مع السوائل دي لغايه ما اشربها كده بالراحه. كده خلاص بقى هحط ايديا كده ايه وابس الدقيق كده بالراحه، ما عجنش عشان يطلع البسكوت بتاعي هايش كده وحلو. بصوا كده بالراحة خالص كده. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتدوسوا لايك.
بصوا كده، بنقلب بالراحة خالص كده من تحت لفوق بالراحة، ما بنعجنش جامد كده بايدينا، لا احنا عايزين بسكوت يبقى هايش كده معانا، ما يبقاش مكبوس كده، يبقى العجن بالراحة خالص. يا دوبك كده بشرب الدقيق في قلب السوائل كده اللي احنا حطيناها، شايفين؟ مفيش عجن خالص، يا دوبك تقليب كده بسيط لغاية ما نلم العجينة كلها. ولسه هنحط لبن تاني بقية الكمية، يعني احنا هنحط طبعا مج ونص من الحليب، خدنا مج الا ربع في الاول، وهنحط مج الا ربع في الاخر. عايزين ما تعجنوش بحليب، تعجنوا بعصير برتقان، ممكن تحطوا عصير برتقان برضو تعجنوا بيه عادي جدا. بصوا كده، مج الا ربع تاني من الحليب، يبقى كده خدت معايا سوايل مج ونص من الحليب. طبعا البسكوت دوت انا قلت ان هو مقرمش ناشف، لو مش عايزينه ناشف تحطوا 2 كيلو من السمنة. بس كده هنقلب كويس جدا كده بالراحة خالص، ما بعجنش. بصوا بفرد ايديا كده على العجينة عشان تتشرب بس كمية اللبن اللي انا حطيتها او الحليب اللي انا حطيتها، والعجينة طالعة مظبوطة جدا، ما خدتش اي حاجة مننا تاني، هي بس كوباية مج ونص من الحليب. بس كده هلم العجين كده كويس، وبعد كده اجيب المكنة بتاعتي، نبتدي بقى ايه نشتغل. بس اهم حاجة طبعا نغطي العجينة قبل ما نشتغل عشان ما تنشفش وشها معانا. بصوا هي كده لميتها طرية جدا، ما بتلزقش ومش ناشفة قوي، يعني نجيب بقى بس كيس بلاستيك كده ونغطي بيه العجين بتاعنا، وناخد من تحت الكيس كده حبة بحبة. بصوا جبنا المكنة بقى كده ونحط فيها اي شكل انتوا عايزينه. بصوا الشكل ده كده، عندي طبعا الشكل ما راحش خالص لغايه ما سويناه، ما فيش حاجه راحت منه خالص. انا طبعا عملت الصينيه ديت وطلعت فوق الفرن، سويتها الاول وشفت النظام، ما رضيتش اقطع اي حاجه غير لما انا اعمل اختبار الاول، عشان لو شقق معايا يبقى عايز مثلا حبه لبن، لقيته فرش معايا يبقى عايز حبه دقيق، يعني برضو بنعرف ايه نلم الدنيا ونتصرف. ماشي، اهي كده العجينه كويسه جدا، ما بتلزقش في الايد، وفي نفس الوقت طريه، والرسمه ما بتروحش خالص، بتفضل معانا لغايه هوريها لكم برضو لغايه بعد السوا كمان. كده هعمل الصينيه ديت واخش ادخلها ايه الفرن، ونشوف الاختبار بتاعها عامل ازاي. على نار متوسطه، يعني كل الخبيز دوت على نار زي ما انتم شايفين كده متوسطه تحت وفوق، عشان البسكوته بتاعتك تستوي كويس جدا، وتستوي من جوه ومن بره يعني، وتبقى تديك اللون الحلو الوردي الجميل ده. بصوا انا عملت اختبار اهو، مفيش حاجه اتحركت من مكانها، يعني ما فرش الرسمه زي ما هي، زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا شايفين الرسمه اهيت ما راحتش خالص، وفي مكانه ما زادش خالص غير حاجات بسيطه جدا. شوفوا شايفين البسكوته عامله ازاي، والرسمه زي ما هي. طبعا بعد ما عملت اختبار خلاص بقى اشتغلنا على كده، وما شاء الله طالع بسم الله ما شاء الله، الطعم حكايه ما اقولكوش، وشكله حلو جدا، واللون الوردي دوت بيجي من التلج البرتقال. شايفين عامل ازاي من تحت ومن فوق، لو كله خلص معايا كده. وانا بقى خدت حبه عجين، معلش الكاميرا فصلت مننا واحنا بنعمل بالشوكولاته، خدت حبه عجين صغيرين كده، قيمه ايه صاجين صغيرين كده، وحطيت عليهم معلقتين كبار مليانين من الكاكاو وعجنتهم، وعملناها بالمكنه على حبه زيت يعني عجنت الكاكاو، حطيت الكاكاو على شويه زيت، وبعد كده ايه حطيت عليهم العجينه وعجنتها ورحت مقطعاها، ما خدتش اي حاجه مننا تاني خالص. وشايفين الشكل عامل ازاي، ده الشوكولاته ودوت الساده. ولما تيجوا تسووا الشوكولاته لازم تحطوا معاها واحده بيضه عشان تعرفوا ان هي استوت ولا لا. اهوت، ان شاء الله رب الطريقه تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.